السلام عليكم، ازيكم يا شباب ثالثه ثانوي. اهلا بيكم في سيشن نمبر 14. سيشن النهارده خاصه بالجرامر. بس الجرامر زي ما انتم شايفين في الشريحه اهو عندكم في الشاشه. past progressive. اللي هو الماضي المستمر. اوكي، ده تنس مش جديد، انتوا خدتوه قبل كده. احنا مجرد بنعمل كده ريفرش للميموري بتاعتكم. اوكي، وان شاء الله هتلاقوه في الفصل. نكمل. طيب، احنا دلوقتي قدامكم ايه؟ تكست باسج، عايزكم تقروه لوحديكم. دلوقتي اعملوا بوز للفيديو، وقفوا الفيديو اوكي، واقروه وحاولوا او تاخدوا سكرين شوت واعملوا سيركل حوالين الفيربس اللي موجوده في التكست دوت. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. يعني اي فيرب عارفينه، اي تركيبه فعل عارفينها اعملوا ليها سيركل. زي ايه مثلا؟ هوريكم واحده وانتوا كملوا. زي هنا مثلا was walking، ده verb، ده tense. اوكي، اي حاجه كده شبيهه بالتركيبه دي والاستراكشر دي اعملوا حوالينها بوكس كده او دايره. اوكي، يعني دقيقه واحده وبعد كده يبداوا يشغلوا الفيديو تاني. اوكي، تمام. نبدا دلوقتي نشوف. المفترض ان انتوا وقفتوا خلاص الفيديو وطلعتوا الفيربس اللي انتوا عرفتوها. نشوف نعمل تشيك مع بعض. ايه تاني؟ انا مش هقراها معاكم، ما يهمنيش دلوقتي ايه هو التكست عن ايه، لكن انا يهمني بس الفيربس الموجوده هنا ايه. احنا قلنا اول واحده كانت was walking. ايه تاني؟ was wearing. carrying. هتقول لي carrying ده يا مستر ايه؟ ده لوحده. فين was مثلا او كده؟ هو ينفع احط الفيرب ان جي؟ اقول لك لا، هي هنا بيقول ايه؟ نقراها كده. ليزر. she was wearing her favorite blue jacket and carrying. الواز دي مشتق، ما مش هو نفس السبجكت. خلاص، بدل ما اكتب هنا كتبت واز هنا واكتبها هنا تاني، لا، بنشيلها من ايه؟ من الجزء التاني، لان السبجكت واحد اللي هو شي. انا بتكلم عن شي. اوكي، يبقى she was wearing her favorite blue jacket and carrying an umbrella. اوكي، ايه تاني؟ was falling، was laughing and running. هي was running المفروض، بس مش هنكرر الايه الفيرب تو بي كل شويه. was standing، was calling، were talking، laughing together and so on. اوكي، نلاحظ هنا يعني في was اهي، was walking، was wearing، المفروض دي was carrying، was falling، was laughing، was running، was standing، was calling، were talking، were laughing. يبقى احنا ايه اللي انتوا استنتجتوه تلاحظوا كده؟ احنا كل ده هنقوله بالتفصيل دلوقتي، بس عامة نحاول نشغل ايه الميموري والذاكرة بتاعتنا شوية. افتكرتوا ايه؟ في يا مستر was was once was was where. اوكي، يبقى يا اما في فيرب تو بي في الباست، فيرب تو بي was او were. بعد كده في walk اي ان جي، were اي ان جي، fall اي ان جي، laugh اي ان جي، وهكذا. يا مستر ده كده يبقى التركيبه واضحه. قدرتوا تستنتجوا الاستراكشر بتاع التنس دوت اللي هو الباست بروجريسيف اللي هو الماضي المستمر. سهله جدا. was or were was. نحذف بقى دول تاني. هنلاقي is all اهي was or were، وverb اخره اي ان جي. هتلاقوا كده. هنشوف التفصيل بقى بعد شويه. اوكي، نكمل. طيب، ايه ده؟ فاكرين احنا وريتكم حاجه زي كده في السيشن اللي فاتت؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه التايم لاين. ده ايه؟ ده تايم لاين اهو، ده تايم لاين. دلوقتي عندنا في حاجه اسمها past، present، future. فاكرين لما كنا اتكلمنا عن الباست سامبل قلنا ايه؟ قلنا ان هنا علامه الاكس كنا بنحطها هنا علامه واحده، بنحطها في الجزء ده. يعني كنا بنعمل كده باست اهي، بنقول هنا الباست سامبل بيبقى هنا، يبقى الفيرب هنا انتهى خلاص،
هو واحد بس. اوكي، و completed in the past. لكن احنا بنتكلم عن حاجة تانية، عن ال past progressive، ماضي مستمر. مستمر يعني ايه؟ لو شفنا كده لو شفنا كده هنلاقي 3x. يعني ايه؟ يعني معناها اكن التنس ده او الفيرب ده او الاكشن فيرب ده استمر فترة زمنية بس في الباست. استمر فترة زمنية but in the past. خلاص؟ كان in progress in the past. in progress in the past يعني كان مستمر بس في الماضي. ان احنا هناخد حاجة تانية progress بس في الايه؟ في البريزنت. اوكي، وممكن ناخد هناخد برضه progress في future. هنا الاستمرارية كانت فين؟ في الباست ولا في البريزنت ولا في الفيوتشر؟ لا، حسب اللي احنا عاملينه، حسب التايم لاين، في الايه؟ زي ما انتم شايفين ده في الايه؟ في الباست. اوكي؟ طيب نكمل. البوزيتيف فورم، الفورم بقى بتاعه ما انتوا لسه قايلينه، ما انتوا خلاص عرفتوه من غير ما نشرحه، من خلال التكست اللي احنا شفناه. بيتكون من ايه؟ من was و were اهو، was و were وبعد كده verb اخر ing. was و were وبعد كده verb اخر ing. زي ايه؟ he was he was sleeping at 9 yesterday. طب معناها ايه؟ yesterday نفترض ان هنا yesterday كانت كده اهو، ادي تايم لاين اهو. اوكي، ودي النقطة دلوقتي احنا دلوقتي وبنتكلم عنه، ده present now. اوكي، بنتكلم عنه، بنقول له ان هو الساعة 9. الساعة 9 ديت مثلا he was sleeping at 9. الساعة 9 هنا طبعا ممكن في 9 و9 وربع و9 و10 ومش عارف ايه وقبلها. عامة هو كان ايه؟ كان نايم. يبقى فترة النوم اهو خدها في الجزء ده، كانت مستمرة في الوقت ده. ممكن تكون هو نام من قبل 9، نام من 8 وكان نايم الساعة 9 وكمان نام لغاية الساعة 10. المهم في اللحظة بتاعت الساعة 9 دي كان هو ايه؟ نايم. اوكي، يبقى he was sleeping at 9 yesterday. وهنا استخدمنا هو was وبعد كده verb اخو ing. أو they were talking and laughing together under the tree. يبقى احنا التركيبة اللي يهمني، التركيبة مش اليوسج قوي دلوقتي، احنا هنقوله بعد شوية. انا يهمني الاستراكشر، التركيبة، الفورم، الفورميشن الخاص بالايه؟ بالباست بروجريسيف. بيتكون من ايه؟ من was او were وبعد كده verb ing اهو. was ing were ing. اوكي طيب نكمل. نيجاتيف، النفي. هناك في الباست سمبل لو انتوا فاكرين كنا بنقول did not زائد infinitive او didn't plus infinitive. لكن هنا was or were plus not plus verb ing اهي. was or were بعد كده في ايه؟ زودنا not. زي he was not sleeping at 9 ما كانش نايم الساعة 9 او they were not talking and laughing together under the tree. نكمل. interrogative، السؤال. ازاي بيكون السؤال؟ فاكرين كنا بنقول عشان تعمل سؤال لازم يكون عندك helping verb. اوكي، وقلنا helping verbs am is always were have has had will would can could shall should may might must do does. طب احنا عندنا من دول ايه؟ عندي was were. سوري، عندي منهم ايه؟ عندي was او were. اوكي، بعد was were subject وبعد كده verb اخرين g. اوكي، طب لو كان من النوع التاني من السؤال ده، طبعا في حالة السؤال اللي هو yes no question هو اجابته تبدأ يسمعه. طب ال WH word اللي هو بيبدأ باسم استفهام زي what where when who why كده، حط was او were كده subject وكده verb اخره ing. اوكي، المهم ان عندي في السؤال لازم يكون في ايه؟ was او were. وخلي بالكم دي عشان ده اساس في اختياراتنا لما نيجي نختار. بنقول برضه لو لقينا question mark وما فيش الاستراكشر والتركيبه دي مش بقرب منها ومش بختار الاوبشن ده وبشيله من ضمن الاختيار بتاعتي. زي هنا was Sammy having a shower. was Sammy having a shower when they came. was Sammy having a shower when they came اهو. هل سامي كان بياخد shower when they came لما جم؟ او were you playing when it rained. هل انت كنت بتلعب لما مطرت؟ او where were you playing اين كنت بتلعب yesterday morning. اوكي،
طبعا ده كلهم في الباست كونتينوس. عرفت منين؟ في was، في were، في were، في verb اخر ان جي، verb اخر ان جي، verb اخر. اوكي تمام نكمل. هسه بصوا بقى، فاكرين الباسيف في البوكس سنتر؟ احنا قلنا الباسيف هيجي لنا مع كل تنس وبعد كده هنجمعه تاني في سيشن لوحده، لكن هنا دلوقتي بنقول بشكل سريع شويه او بنمهدكم للشرح بعدين. اوكي الشرح بالتفصيل بقى. He was watching a football match. احنا قلنا الجمله دي اكتف ولا احنا قلنا في نوعين من الجمل، في جمله اكتف هنا في بخصوص الاكتف والباسيف، يعني في نوعين اكتف باسيف. قلنا دي اكتف ولا باسيف؟ احنا قلنا الجمله الاكتف لو انتوا راجعتوا سيشن نمبر 13 بتبدا بالدور subject. فين الدور هنا؟ هي ده دوبر. اوكي طيب وبعد كده verb. فين الفيرب؟ اهو الفيرب ده الفيرب. اوكي طيب وبعد كده a football match ده object. اوكي يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات subject verb object. he was watching a football match. فاكرين في الفاست سمبل كنت ازاي بحوله الى باسيف؟ كنا بنقول ايه؟ الاوبجكت في الاول، بعد كده was or were، بعد كده past participle، بعد كده كمل الجمله حط باي زائد الدور او ما تحطش مش مشكله. اوكي طيب احنا هنا كنا بنقول was or were، هنا هنقول ايه؟ هنشوف ده اكتب اهي باسيف اهي. A football match was being watched. طب نشوف كده الجمله دي بدأ بايه؟ المفروض بدل باسيف يبقى يبدا بالايه؟ بالاوبجكت بالمفعول. فين المفعول؟ اهو a football match بدأت اهي في الاول a football match. اوكي طيب بعد كده هو جاب ايه؟ حط لي يا مستر واز. احنا قلنا مفيش باسيف من غير فيرب تو بي بشكل عام الا الاكسبشنز، بعض الاستثناءات البسيطه اللي هنقولها بعدين مش دلوقتي. اوكي فنقول ايه؟ a football match was، بعد كده المفروض يا مستر باست بارتيسيبل تصريف ثالث اللي هو ايه؟ watched. watched. اوكي امال ايه being ده؟ ايه being دي؟ ايه being يا مستر؟ اقول لك لو خلينا من غير being كنا هنقول ايه؟ a football match was watched، يبقى ده زي ما نقول past simple، لكن ده past progressive. علامة الباست progressive الاي ان جي. اوكي طيب ما كنا نقول wasing مثلا نحط ان جي؟ لا ما ينفعش. امال ايه؟ احنا بنحط الاي ان جي لانفينيتيف فورم لماستر. طيب يبقى نحطه للايه؟ للمصدر من بي، وكده نحط له ايه؟ اي ان جي. يبقى التركيبه الباسيف في الباست بروجريسيف was او وير، وده هتشوفه دلوقتي، بعد كده being وبعد كده الباست. عشان كده قلنا a football match was being او was being watched. طيب نكمل. ادي التركيب object، ادي التركيب object was or were being past participle، وكده باقي الجمله ممكن تحط باي ممكن تحطش باي حسب الجمله. اوكي دي تركيبه was or were. طب طبقت هنا ادي الاوبجكت، ادي was، ادي being، ادي past participle. وليه was؟ عشان الفوتبول ماتش دي ايه؟ سنجل. اوكي نكمل. اليوسج استخدام، خلي بالكم ركزوا معايا بقى في الاستخدام. اول حاجه بستخدم فيها الباست بروجريسيف الماضي المستمر to show that an action to show that an action was in progress at a certain time. to show يعني نستخدم past progressive عشان توضح وتبين ان an action فعل was in progress كان مستمر at a certain time in the past. at a certain time in the past. اوكي
في الماضي في وقت محدد في الماضي. اوكي زي هنا at 1 o'clock الساعة 1 امتى؟ yesterday كده ماضي. اوكي بقى ايه اللي حصل ايه؟ I was watching TV انا كنت بتفرج على التي في. اوكي يبقى ده past ايه؟ past progressive. طب نشوف هنا في هنشوف نفس المثال تاني بس مع تايم لاين. شوف التايم لاين ده at 1 o'clock yesterday I was watching TV نفس الجملة. ده التايم لاين بتاعنا، دي اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي اهي. لو شفت ليزر بس دي اللحظة اللي احنا دلوقتي فيها عايشين فيها دلوقتي. now اللي قبلها كله past، اللي قبلها كله past. الساعة كام؟ انا بتكلم على الساعة كام؟ الساعة 1 اهي الساعة 1 الوقت ده. طبعا الواحدة دي ممتدة يعني واحدة وقبل واحدة وبعد واحدة. اوكي الفترة الزمنية كلها اللي هي 1 o'clock واللي ما يحيط 1 o'clock اللي حوالين البيريد اوف تايم ديت كان بيحصل ايه؟ انا كنت قاعد هنا اهو شايفين I was watching TV انا كنت بشاهد التلفزيون يبقى past progressive. اوكي طيب لو هو past simple كان يقول at 1 o'clock yesterday I watched TV. ايه الفرق؟ الفرق لو هو قال لك هنا at 1 o'clock yesterday I watched TV معناه ان انا انتهيت من الفرجة الساعة 1، لكن انا ما انتهيتش، ده قبل واحدة وواحدة وبعد واحدة. اوكي كنت بعمل ايه في الفترة period of time دي كلها؟ كنت بعمل ايه؟ watching TV يبقى ده past progressive. اوكي نكمل. تاني usage the second one to show that ده مهم قوي. A shorter action happened during another longer action. A shorter action happened during a longer action. يبقى أنا عندي short action و long action. الأكشن كان عمال يحصل أهو، اللونج أكشن كان عمال يحصل وفجأة interrupted by يعني قطع حاجة قطعته another action، بس الأكشن التاني مش طويل يعني لا حصل فجأة. يعني إيه؟ وأنا عمال أتكلم كده فجأة حد خبط دي ده الشورت أكشن. بتكلم معاكم بشرح لكم ده اللونج أكشن. يبقى أثناء كلامي حصل تخبيط لونج أكشن شورت أكشن. أوكي الحالة دي اللونج أكشن الأكشن الطويل ده اللي بياخد period of time يبقى past progressive. اللي حصل فجأة ده بنسميه short action، نسميه sudden action يعني فعل فجائي حصل فجأة مش متوقع كده مثلا، أو فعل ما بياخدش فترة زمنية period of time. خبط خلاص ما خدش فترة، مش هقول هو بيخبط لا خبط ما خدش period of time. أوكي نشوف هنا example أهو. While he was sleeping I knocked hard on the door. I knocked وهو نايم I knocked. نشوف كده اعمل له تايم لاين ده. شوف التايم لاين اهو. بص بقى while he was، ركزوا يا شباب نفهم لو سمحت، اهم حاجه الفهم، اهم حاجه الفهم. اوكي while he was sleeping لما كان نايم هو في نايم اهو، لما كان نايم I knocked hard on the door خبطت جامد على الدور اهو. هو نايم وفجأة كده في وسط النوم بتاعه عمل ايه الولد ده؟ خبط على الباب. اوكي يبقى احنا في ده present time، احنا الوقت في اللحظة دي بنحكي الموضوع ده السيتويشن ده. مين قوله بقى؟ ده هو نايم جه وخبط التاني خبط جامد قوي على الباب. كده ينفع؟ لا ما ينفعش. هي كده. طب فين الفعل المستمر اللي خد period of time طويلة، وفين الفعل الصادن اللي خد يا دوبك لحظات وقطع الفعل اللي كان مستمر؟ النوم اللي هو sleeping دوت هو اللي خد period of time طويله اهو في الماضي. كل ده كان sleeping. مين اللي قطع في النص او مين اللي حصل؟ مش شرط في النص، ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا في اي لحظه، المهم اثناء النوم حصل ايه؟ النوكينج. يبقى ده اللونج اكشن. لو نكتب كده اهو ده ممكن نقول لا ده الشورت اكشن، ده الشورت وده اللونج. اوكي ده الشورت كده لونج
كده long. ده short وده long. اللونج بيبقى ايه؟ بيبقى past progressive. والشورت بيبقى ايه؟ بيبقى past simple. عشان كده قال while he was sleeping the long action I knocked hard on the door. انا خبطت على الباب بشدة. اوكي؟ يبقى لما يكون عندي فعلين long action short action او longer action shorter action بيجوا مع بعض في one sentence في جملة واحدة، واحد بيبقى past progressive والتاني هيبقى past simple. وعلى فكرة هنتكلم عن الموضوع ده في السيشن الجاية بالتفصيل بقى لما ناخد بعض الكونجنكشن. يبقى while he was sleeping I knocked hard on the door. اوكي؟ خلي بالكم عشان احنا هنحل التدريبات وكده. بعد ما تخلص اليوسج ديت هنقول في كل جمله نحلها هي دي انهي استخدام، هل الاستخدام الاول ولا الاستخدام الثاني ولا الاستخدام الثالث وهكذا. خدوا بالكم. اوكي نكمل. نعم. طيب the third usage third one اللي هو الثالث استخدام to describe لكي نصف نستخدم يعني past progressive to describe two actions that were in progress اللي هما الاثنين كانوا مستمرين at the same time في نفس الوقت. وانا باكل بتفرج على التلفزيون. يبقى while I was eating I was watching TV. يبقى كنت بعمل حاجتين مع بعض in progress. زي هنا just as I was sleeping وانا نايم my father was doing his homework. بابا كان بيشتغل. يبقى انا نايم هو بابا كان عمال يشتغل. يبقى التو اكشنز دولت كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. نشوف تايم لاين يا مستر. نشوف تايم لاين. تايم لاين يلا اهو. لو شفنا التايم لاين ده just as I was sleeping my father المفروض هنا was doing his homework بس هو الصيغه الماضيه يعني. اوكي طيب اهو كان هنا ايه؟ نايم. او هنا الصوره كان نايم. اوكي طيب هنا ده البريزنت تايم يعني دي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها بنحكي السيتويشن ده الموقف مع بعضينا كاننا بنحكيه او هو بيحكي عن نفسه يعني. اوكي ده البريزنت تايم اللحظه اللي احنا فيها هي دي. اللي قبلها ناحيه الشمال كده يبقى ده الباست. ناحيه اليمين ده الفيوتشر. ان شاء الله يكون مستقبلنا كله يمين ان شاء الله. اوكي يبقى هنا الباست. اوكي يبقى احنا هنا ايه؟ الحدثين نلاحظ ان ده التايم لاين. خلي بالكم ده التايم لاين. الاثنين تقريبا في وقت واحد صحتهم في بعض عشان وانا نايم بابا كان بيشتغل. يبقى الاثنين past progressive. يبقى just as or while I was sleeping my father was doing his work. اوكي اهو ده التايم لاين بتاعنا. نكمل. 4 استخدام الرابع ل past progressive to describe. يعني ايه describe؟ يصف. لكي نصف ايه؟ that event in progress حدث كان مستمر at some time في وقت ما. sometime مش بعض الوقت، في وقت ما at some time بين its beginning ما بين البداية and its end ونهايته. يعني ايه؟ لما يجيب لي حدث شيء اكشن فيرب معين ويديني بدايته فين ونهايته فين. ما دام اداني امتى بدأ وامتى انتهى يبقى past progressive. اهو from 8 to 12 yesterday من 8 لغاية 12 امبارح. من 8 ل 12 امبارح I was writing some important essays. انا كنت بكتب بعض المقالات المهمة. السي طبعا هنشرح الاساي على فكرة بعد كام سيشن كده نبدأ نشرح الباراجراف والاساي والكلام ده. طيب نكمل نشوف التايم لاين اهو. بص هنا from 8 to 12 from 8 to 12 yesterday I was writing some important essays. اهو ادي التايم لاين بتاعنا. دي اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. اوكي فبنتكلم بنحكي بقى عن الايه from 8 to 12.
انا بتكلم مثلا عن نفسي، وبقول انا بقى دلوقتي بحكي لكم، بقول لكم من الساعه 8 للساعه 12 امبارح انا كنت عمال اكتب بعض المقالات، من 8 ل 12 امبارح. يبقى انا بتكلم عن فيرب حددت بدايته البيجيننج بتاعته والاند بتاعته، يبقى لازم احط باست بروجريسيف. فقال لك ايه I was writing some important. اوكي ادي والتايم لاين اهو واخد من هنا لهنا الصوره اهي، واخد التايم لاين كله. اوكي يبقى ده باست بروجريسيف، عشان كده استخدم was او were بعد كده فيرب ايكون جي. هنا طبعا حط was عشان نكمل. الكي ووردز، الكلمات، مش هتقول كي ووردز لما تشوفها هي دي بس تختار الباست، مش كده، هي مش دي الفكره. انا بس بحط عناوين وهيدنجز كده يعني انتوا عارفينها، لكن هي كلمات ليها علاقه بالزمن ده. اوكي عندنا while وas وwhen وجاست as وall day all night all morning هكذا. يعني مثلا ما نفكرش في الباست باست بروجريسيف الا لما الاقي الكلمات دي، لا طبعا. امال انت حاطط عليه يعني الكلمات دي ممكن تساعدنا بعض الاحيان او تجيب كده على مخنا كده على طول، تقول لنا خلي بالك الباست بروجريسيف وارد يكون هو الحل الصح هنا، بس مش اكيد. ليه؟ احنا هنفهم دلوقتي الدنيا فيها ايه. نشوف. احنا خلصنا شرح الباست بروجريسيف. اهم حاجه الشرح على فكره اسهل مرحله الشرح، حتى سواء انتوا حضوري او اونلاين او في كده ريكورد سيشنز وكده، الشرح اسهل مرحله. اهم مرحله ليا وليكم التدريب والتطبيق، هو ده اهم مرحله. اوكي فده اللي لازم يكون فيها تركيز عالي قوي قوي قوي. فسيب كل اللي في ايدك وركز معايا لو سمحت عشان انت تحل قبل ما انا احل. نبدا question number 1. Some people space on the form from morning to afternoon. طبعا زي ما احنا متعلمين في حاجات لازم افكر الاول اشيل ايه قبل ما افكر في اللي هينفع والصح ايه. اوكي لو ركزنا كده هنلاحظ ان كله باست. اوكي بس في حاجه، ايه الجمله دي لما اقول some people الفيرب اللي عمال يتكرر، في عندنا فيرب هنا عمال يتكرر هو work، يعني حتى نقوله في work يعني هو الفيرب work. طيب some people on the phone from morning، طب الناس بتشتغل، دي جمله ايه؟ active ولا passive؟ يا مستر دي كده اكتف عشان بدأ بالسبجكت بالناس اشتغل. اوكي يبقى احنا عارفين دي اكتف، يبقى اي تركيبه او اي ستراكشر في الباسيف هنشيل، ده مش باسيف. اوكي يبقى نشيل من دماغنا ايه؟ هنشيل يا مستر باسيف ديت was worked، دي باسيف في انهي تنس؟ تعالوا نفتكر was were بقى باست participle past simple. برافو. طب were working ليه؟ ده باسيف في الباست simple. طيب يبقى was working were working ده past progressive في الاكتف، لان الباست بروجريسيف في الباسيف عباره عن was or were وبعد كده being وبعد كده past participle زي ما خدنا في السيشن دي. لو انت مش فاكر ارجع للحته دي. طيب هنا نختار بقى واضحه some people دي ايه؟ اللي جنبها plural names، يبقى مش هناخد، يبقى هي ايه؟ يبقى هي دي، شوفها اهي. تمام were working كانوا شغالين. طب ليه؟ نسال عشان اليوسج الاستخدام، ليه استخدمنا هنا past progressive؟ احنا خدنا 4 استخدام، ادي واحد منهم. طبعا لو انت مش فاكر معلش ارجع بسرعه كده، حتى لو هتكتبهم او تعمل سكرين شوت يا ريت وانت بتحل، عشان كل سؤال هسالك احنا ليه هنا استخدمنا الباست. طبعا هنا عشان لو لاحظنا كده تمام، انا اظن ان كلنا عارفين ان شاء الله دلوقتي، كل ولاد وبنات عارفين الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله لقينا هنا بيقول from morning to afternoon the beginning end. يبقى ده لما بيذكر بداية الفعل ونهايته يبقى past progressive في الباست طبعا. يبقى هنا اهي انا كاتبها فوق، ده الاستخدام الرابع to describe the event in progress at some time between its beginning and its بداية والنهاية. ما دام ذكر البداية والنهاية هو كان الفعل ده مستمر في الماضي وذكر بدايته ونهايته past progressive. تمام. I saw that she on her mobile so I decided to return later. I saw that she on her mobile، انا شفت she ايه on her mobile so I decided. طب لو بصينا برضو كنوع من تحديد الزمن هنلاقي كلهم ايه؟ كلهم في الباست. اوكي ما فيش مشاكل.
احنا لو بصينا هنا decided اهي، decided دي اخرها ايه؟ ed، اخرها ed، يبقى الجمله كلها past. اوكي، ايا كان شكل الباست بقى. طيب نشوف هنا، طب هنا كله في حاجه مثلا مش فيوتشر مثلا present عشان اشيلها؟ ما فيش، ده كله past tense. اوكي، يبقى نفكر، هنلاقي اشكال كتير من الايه، من الفيرب. هنشوف ده اكتف ولا باسف. موضوع اكتف وباسف من المواضيع المهمه جدا 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 في منهجكم او كتابكم، او منهجكم السنه دي يعني بشكل عام. اوكي، I saw that she on her mobile. I saw her، انا شفتها. she on her mobile بتعمل ايه؟ والفيرب عمال يكرر توك ده، يبقى حتى ترجمه كده بتتكلم، اتكلمت كده يعني، هي بتتكلم. ده يبقى الموبايل ده اكتف يا مستر. يبقى نشيل اي حاجه فيها فيرب تو بي تصريف تاني، فيرب تو بي تصريف تاني. طب ايه اللي فيها فيرب تو بي تصريف تاني؟ هنشيل دي was to، ده فيرب تو بي تصريف تاني. في حاجه تانية تشال؟ لا. دلوقتي بقول هنا لو بصينا هنا I saw that she on her mobile so I decided. واضح ان هي كان في حاجه بتعملها، فهو قال ايه؟ لذلك انا قررت to return later، ارجع لها بعدين. يبقى هي كانت بتعمل الفعل ده دلوقتي. يبقى كانت بتعمل ما بتعملش؟ لا بتعمل، يبقى شي. وهي ايه؟ كانت مستمره في العمل. يبقى هي دي، يبقى سي. اهي سي زي ما شايفين. طب احنا استخدام انهي حاله في استخدامات الباست بروجريسيف؟ لو يا ريت لو انت كاتب وكده او خدت السكرين شوت، ابدا فكر كده في انهي حاله هوريها لكم. طبعا نمبر 1 اول حاله هي to show that an action was in progress at a certain time. هي بالفعل هي كانت مستمره في فعل معين في اللحظه اللي هو جه فيها وشافها. اوكي، it was not polite of him to interrupt. what I interrupt يعني يقاطع. it was not polite، مش من الأدب of him منه to interrupt إن هو يقاطع what I إيه. طيب في هنا عندنا A was doing that had done was done. أوكي، هو واضح كده من الجملة فيها هنا لحظة. طيب نشوفها مع بعض كده اهي. في was يبقى الجمله كلها يبقى ده past. اي حاجه ما لهاش علاقه بالباست نشيلها، يعني مثلا ده كله في الباست. اوكي، يبقى نفكر في ايه؟ نفكر في الجمله دي active ولا passive؟ it was not polite of him to interrupt what I ما. طب الفعل ما افعل، يبقى ايه؟ انا افعل، يبقى ديت ايه؟ يبقى I هنا subject، يبقى ده جمله عاديه active. طيب اي حاجه بقى قدام اكتف، اي حاجه فيها فيرب بتصريف ثالث نشيلها، يبقى تشيل دي. اوكي، had done ما لهوش علاقه هنا بالموضوع، لان ايه؟ هيقاطع فعل كان مستمر، يبقى was doing. طب النوع دوت was doing دوت نشيل كده is all. was doing دوت ده past progressive. ليه هنا استخدمنا past progressive؟ حاول كده تفكر. طبعا to show زي ما احنا شايفين فوق هنا اهو، to show that a shorter action happened during another longer action. الانتربت دوت او الانتربشن دوت، مش ده يعتبر الشورت اكشن؟ يعني انا عمال اتكلم كده وفجاه حد راح قاطعني. لو سمحت او انا بعمل حاجه فحد قاطعني، انا مستمر بعمل حاجه حد قاطعني. اوكي، يبقى الحاجه اللي انا كنت بعملها يبقى دي اللونج اكشن، والانتربشن اللي هو المقاطعه ديت هي الايه؟ الشورت اكشن. يبقى هو الاستخدام التاني to show that a shorter action happened during another longer action. Some boys when the teacher entered the classroom. Some boys when the teacher entered the classroom. Fought where fought was fighting where fighting. طيب عايز اشيل اي حاجه كده ما تنفعش عشان ايه؟ نقلل الدنيا شويه عشان ما يتلخبطش. اوكي، انتوا شايفين ايه اللي نشيله؟
تمام. اللي قال سي برافو عليه. ليه بقى؟ طب قول لي ليه؟ عشان was fight ما تنفعش عشان بويز جامعة plural ما ينفعش. ادينا شلناها وبلس. تمام. طيب foot were fighting. طيب تاني فكرة بنفكر فيها هو دي الجملة دي active ولا passive؟ Some boys when the teacher entered the classroom. يعني بعض الأولاد لما المدرس دخل الكلاس روم، والفعل اللي هو عمال يتكرر فوت فايتنج اللي هو معناه يتعارك. يبقى هم اللي كانوا بيتعاركوا ولا حد ما بيتعارك فيهم مثلا؟ لا، هم السبجكت. اوكي، يبقى الجملة ديت اكتف مش باسيف. يبقى شيل من دماغي ايه؟ باسيف يا مستر، اللي هو بيكون من ايه؟ was aware تصريف تالت، او was aware being تصريف تالت. اوكي، طب انهي واحدة نشيلها؟ يبقى ايه؟ were. طب ده والفوت ده باسف في الايه؟ في الباست سمبل. طب هو لما دخل التيتشر دخل فجأة مش كده؟ وهم كانوا مستمرين في لونج اكشن. يبقى هم كانوا مستمرين ولا كومبليت في منتهى الفوت الفايتنج يعني؟ لا، كانوا مستمرين. يبقى دي past progressive. شوف كده، شوف يبقى انهي استخدام؟ نفس الاستخدام اللي كان السؤال اللي فات دوت to show that a shorter action happened during another longer action. فين اللونجر اكشن في الجمله ديت وفين الشورتر اكشن؟ اللونجر اكشن الفايتنج، الشورتر اكشن او الشورت اكشن entering بتاع التيتشر، دخول المدرس. اوكي، لانه دخل فجأة. نكمل هنا. From 9 to 12 last Friday I an important meeting. جميل قوي، اظن الاستخدام هنا واضح قوي. بدل ذكر لك كده، طب ما نشوف الاول نشيل ايه؟ نشيل ايه؟ ما فيش حاجه. نشيل دوت مثلا في الاول كده على طول عشان احنا ما خدناش لسه الباست بيرفكت، ما خدناش باست بيرفكت. اوكي، طيب نشوف كده from 9 to 12 last Friday I an important. ده هنا طبعا ذكر البدايه والنهايه. فاكرين البدايه والنهايه؟ ما دام في البيجيننج والاند يبقى ده past انتهت. انتهت. يبقى طب الجمله دي اكتف ولا باسيف؟ from 9 last Friday I an important. انا والفيرب عمال يكرر اللي هو attend يعني يحضر. انا احضر او كنت بحضر او حضرت an important meeting. ده انا كده هنا subject. يبقى دي ايه؟ اكتف. الاكتف. طب يبقى نشيل من دماغنا الباسيف اللي هو ايه؟ الباسيف اللي هو مثلا كان was aware بعد كده past participle ده في الباست سن، او was aware being بعد كده past participle. اي حاجه زي دي ان دي بقى دي تتشال was attended تتشال. الاثنين دول باسيف. دي باسيف في الباست سمبل ودي باسيف في الباست بروجريسيف. يبقى هي يعني شوف كده. نعم، was attending. طب ده انهي استخدام؟ 1 or 2 or 3؟ تمام، بتاع البيجينينج والاند ده. to describe the event progress sometime between its اهم حاجه هي دي its beginning and its end. والbeginning 9 والend 12. تمام. هو ايه ده السؤال يا مستر كرر؟ لا نركز كده. from 9 to 12 last Friday an important meeting. طيب نشوف الجملة دي اكتف ولا باسيف. نشوف قبل السبيس عندي ايه. لا شفت حاجة؟ لا. كمل معاك او ني استخدم. هنا بقى قبل ده، قبل السبيس اللي هي الكلمة اللي قبل السبيس قبل المسافة دي تفكيري بيبقى الطريقة دي الكلمة دي اللي هو an important meeting. بالنسبة للفيرب اللي عمال يتكرر ده subject ولا object؟ هي طب meeting important معناها ايه؟ اجتماع مهم. واتند معناها ايه؟ يحضر. طب الاجتماع هو اللي بيحضر ولا هو اللي بيتحضر؟ هو اللي بيتحضر نفسه، الناس اللي بتحضر. اوكي، يبقى ده object جه في الاول. يبقى الجملة دي ايه؟ الجملة دي passive. تمام. طب passive التركيبة الاستراكشر كل ده لازم يدور في دماغك. تركيبة الباسيف
عباره عن ايه؟ لازم يا مستر حاجه اساسيه فيه، فيرب تو بي تصريف تالت، ده اساسي. بعد كده هناخد الازمنه كلها. فيرب تو بي تصريف تالت، فيرب تو بي. طب ايه اشكال الفيرب تو بي؟ ام از ار ووز وير، ام از ار ووز وير، او وبعد كده past participle، او am is are was were ومعاهم being بعد كده past participle، او في بعد كده في being بعد كده past participle، في be بعد كده past. دي اشكال الفيرب تو بي كلها. احنا خدنا منهم ايه؟ تركيبتين، was او were بعد كده past participle past simple، وده خدناها السيشن اللي فاتت. السيشن دي خدنا was او were بعد كده being بعد كده past participle. اوكي، يبقى انا بدور على التركيبتين دول. يبقى هشيل من دماغي ايه؟ يا مثلا هنشيل دماغنا، هنشيل ايه تاني؟ هنشيل دي يا مستر ملهاش علاقه دي، جو دي اكتف ووز اوير بعد كده فيرب هنجي. لازم فين الباست بارتيسيبل. تمام. اوكي، طب امسح البهدله دي كلها، here is all، وهنشيل ايه تاني؟ هنشيل دي وهنشيل دي. اوكي، اتبقت was attended was being attended، ده حسب التنس. was attended ده past simple، يعني دي past simple، لكن دي past وprogressive. التركيب اهو، في هنا was being past participle، هنا was تصريف، يبقى دي past simple لكن دي past progressive. طيب هناخد هنا past simple ولا past progressive؟ لا يا مستر هناخد past progressive. ليه؟ عشان عندي يا مستر from 9 to 12 عندي ال beginning وال end في الباست في الماضي، يبقى past progressive، يبقى الحل. مفهوم يا شباب كده؟ نكمل. طبعا الاستخدام هو ال beginning and its end. نكمل. I borrowed my friend's car because mine. في حاجة تدل على التنس؟ يا مستر فيها. ايه هي؟ في هنا اهو في word اخرها ايه؟ et. يعني ايه؟ يعني الجملة دي في الباست، يعني اي حاجة ملهاش علاقة بالباست نشيلها. طب ايه اللي ملوش علاقة بالباست هنا يعني، او في الحالة بتاعتنا دلوقتي بشكل مبدئي؟ ليه؟ ما ينفعش. اوكي، was prepared was being was repaired was being repaired was repairing. الخطوة الثانية على طول دي active ولا passive؟ الخطوة الثانية دي active ولا passive؟ I borrowed my friend's car because mine mine ايه؟ أنا استعرت my friend's car because mine دي معناها my car. أنا استعرت عربية صديقي لأن my car mine. طيب يبقى الكار دي عندي ريبير هنا عماله تتكرر. ريبير يعني يصلح. هي الكار هتصلح او ولا هي اللي بتتصلح؟ ده هي بتتصلح المفروض عامه بشكل عام، يعني ايا كان الزمن هي بتتصلح. يبقى ده باسيف. ليه؟ لان ماين دي المقصود بيها ماي كار ديت اوبجكت للفيرب ريبير، يبقى انا حطيت قبل السبيس اوبجكت. اوكي، يبقى في الحاله دي لازم تركيبه الباسيف اللي هو ايه؟ اتنين يا مستر. هما ايه؟ يا اما was aware بعد كده past participle ده في الباست سمبل، او was aware being بعد كده past participle في الباست progressive. طب يبقى احنا هنشيل ايه من دماغنا؟ ما ينفعش، هنشيل يبقى خلاص. اوكي، يبقى was repaired او was being repaired. طب الجمله دي I borrowed my friend's car because my عايز اقول كانت بتتصلح. انا استعرت عربيه صديقي لانها كانت عربيتي كانت بتتصلح مش اتصلحت. لو قلنا was repaired يبقى اتصلحت خلاص، يبقى انت خدت عربيه صديق ليه؟ يعني was being repaired يبقى سي، يبقى كده ايه. تمام، حتى نشيل كل الدوشه دي كلها بقى. يبقى was being repaired. طب السبب ايه؟ اهي نشوف او to show that an action was in progress at a certain time. ايوه، طب فين السيرشن تايم اللي هو استعارة الكار ده؟ السيرشن تايم في اللحظة دي اللي أنا استعارت فيها كانت في بيت الصبح. داليا couldn't see us passing her because she on her work. دي ما شافتنا، ما خدتش بالها. داليا couldn't see us ما شافتناش passing her واحنا قاعدين من جنبها because she on her work. واضح هنا في couldn't، يبقى الجملة كلها past
او ليها علاقة بالباست وبقواعد الباست بشكل عام. اوكي. ها. طب في حاجة كده ممكن نشيلها. طيب طبعا هنا مش هناخد دلوقتي، مش هنا عشان احنا مش شرحناش الباست بيرفكت دلوقتي. would concentrate manager. المهم هي concentrated ولا was concentrated؟ داليا couldn't see us passing her، ما شافتناش لان هي كانت في اللحظه دي في that certain time، في اللحظه دي في الوقت ده المحدد ده كانت ايه؟ was concentrating. يبقى see. والاستخدام to show that an action was in progress at a certain time. طيب question number 10. I didn't hear the phone because I shower. طيب احنا هنا لو بصينا عايزين نشوف زي ما انتم متعودين اهو في حاجه تدل على التنس. فيها مستر في didn't اهي. اوكي طيب اهي didn't اهي واضحه. اوكي يبقى ده حاجه كده في الباست يعني. اوكي هنشيل ديت. اوكي ونشيل ده، مش علاقه بالباست، ده present وده present بقى. يبقى I was having واحد. نختار ايه؟ I didn't hear the phone. انا ما سمعتش الفون او جرس التليفون because I shower. يبقى انا في حاجه حصلت suddenly كده فجاه، كان المفروض التليفون بيرن لكن انا بقول انا ما سمعتوش. يبقى دي حاجه. يبقى في هنا ايه؟ في short action و long action او short action و long. يبقى هنا ده short action وده longer action. يبقى ده المفروض يبقى past progressive. يبقى ايه؟ نحسب بقى الحاجات دي كلها ايه؟ ليه؟ زي ما احنا قلناها اهو. السبب to show that a shorter action happened during another longer action. اوكي. هتقول طب فين الشورتر اكشن ده؟ ما هو قال ايه؟ قال ايه؟ I did. هو حصل اللي هو ايه؟ رنة التليفون حصل لكن هو ما سمعهاش. ايه معناها كده؟ فبرضه يعتبر لونج اكشن وشورت اكشن. كمل. 11. She her lessons while her family was watching the film. She her lessons while her family was watching. ايه دروسها؟ ده هناخد وايل طبعا في السيشن الجاي بس واضح هنا ان هنا الاثنين كانوا بيحصلوا مع بعض. Her family was watching the film. Studying studies was studied were studying. طبعا هنا لو شلنا حاجات كده يعني برضو ايه نقول كده ممكن نشيل ايه؟ نشيل دي، لان هنا ما ينفعش اقول شي studying على طول فيرب جي كده على طول، ما ينفعش. اوكي طيب الجمله دي لو بصينا was watching يعني ده past بشكل عام، يبقى ما ينفعش نحط معاها البريزنت كده، يبقى نشيل. بقى was studied was studying. ده ايه وده ايه؟ ده يا مستر ده passive وده active. يبقى B passive D active. الجمله دي تنفع ايه؟ active ولا passive؟ she study هي بتذاكر، هي دي active، هو ده الدور. يبقى ايه؟ نشوف كده. تمام. ده استخدام بقى to describe two actions that were in progress at the same time. الحته دي مهمه يعني احنا بنحط نقول كده she was studying her lessons while her family was watching the film. الاثنين كانوا بيحصلوا مع بعض. الاثنين كانوا بيحصلوا. اوكي نكمل. while I football I fell down. فجأة. قبل ما نبدأ نحل long action يا مستر، حاجة حصلت فجأة. short action حصل interrupted it. اوكي يبقى حدثين حصل والتاني قطعوا. يبقى هنا طب هنا اللي بيقطع على فكره هنعرف بالتفصيل بعدين يعني اللي الفعل اللي بيقطع دوت الشورت ده بيبقى past simple. ادي past simple يبقى ناقص past progressive. وكمان ده past يبقى هنشيل من دماغي اهو، هنشيل دي play. طب هي ظهرت معلش اهي، نشيل play. اوكي وهنا هات played قلنا past perfect مالناش دعوه بيه دلوقتي. played مش هتيجي هنا لان هنا بتكلم عن long action. اوكي او كان في action in progress. يعني ايه in progress؟ يعني كان مستمر. او to show that a shorter action happened during another.
13 at 7 a.m. yesterday my mother our breakfast. بص at 7 الساعة 7 امتى yesterday امبارح يبقى my mother our breakfast preparing. طب ما نشيل دي من ده هنا مستر ليه؟ لأن هنا ما فيش verb to be خالص ولا أي حاجة، ما ينفعش أقول my mother preparing على طول. طب ده في الباست yesterday ده future يا مستر مش هينفع، ده present perfect مش هينفع، يبقى هي بقى دي. طيب ده الحل، لكن اوكي بس السبب ايه؟ at 7 a.m. yesterday my mother our breakfast. طبعا اليوسج الاولاني اللي هو ايه؟ to show that an action was in progress at a certain time، لكي اوضح ان كان في حدث ما مستمر at a certain time في وقت ما في الماضي او في وقت محدد في الماضي. my brother all yesterday evening so he didn't watch the match. نفس الشيء yesterday تمام، هنشيل ايه؟ نشيل اي حاجه مالهاش علاقه بالباست او يعني او على الاقل في اللي احنا واخدين هنشيل ايه. اوكي قلنا مالناش دعوه دلوقتي بالباست بيرفكت ما نختاروش، بعدين بقى هنعرف امتى بنختاره كده او نفكر فيه. يبقى ايه was sleeping was slept، يبقى active او passive. طب الجمله دي ايه؟ هو اخويا بينام ولا ايه بيناموا؟ my brother all yesterday evening طول اليوم امبارح كان نايم، يبقى هو اللي كان نايم، يبقى هنا سي. اوكي السبب اهو to show اول واحد برضه to show that an action was in progress at a certain time. هو ايه certain time؟ اللي هو yesterday evening. نرجع تاني yesterday evening هو ده certain time او yesterday evening ده certain. اوكي يبقى دام عندي certain time in the past يبقى past progressive يبقى was sleeping. Sorry. 15 did you hear what she said؟ سمعت اللي هي قالته no space to do something else. يبقى ايه؟ I was planning have planned plan. طبعا هنا واضح ان السؤال ده في الباست اهو، يبقى المفروض كله يبقى في حدود الباست وكده. يبقى هنا نشيل دي، لا مش عايز later نشيل دي. اوكي وده برضو present نشيلها، يبقى was planned او was planning. طب الجمله ديت هنا active ولا دي passive؟ طبعا في الباست سمبل. بس انا بقول لا انت سمعت watch انت سمعت اللي هي قالته او انت سمعت اللي هي قالته؟ قالت no I، يبقى كانت يعني كان في حاجه معينه بتعملها in progress فيها، يبقى no يبقى B. انا يهمني طبعا احنا عارفين احنا بنشرح دلوقتي الباست بروجريسيف المفروض هتبقى بي، لكن انا عايز اعرف ليه. اوكي ده المهم. was planning no I was planning to do something. يبقى ليه number 1 برضو usage 1 to show that an action was in progress at a certain time. هي كان بتعمل او كان في action معين او action sorry اهو action معين اهو. ايه الاكشن اللي هي كانت بتعمله؟ ان هي كانت planning. طب at a certain time فين certain time ده؟ اللي هي اثناء الايه؟ did you hear؟ هي في الوقت اللي السماع ده او اللي ما هي كانت بتتكلم بتقول، فبتقول لها انت سمعت هي قالت ايه؟ بتقول لها لا انا كنت بخطط لحاجه معينه او بفكر في حاجه معينه ايا كانت، هي كانت مشغوله اللي هو طبعا هنا ايه planning. اوكي 16 the television was on but nobody. التلفزيون ايه was on يعني كان مش شغال يعني but nobody. طب ده was ايه في الباست semester، يبقى نشيل ايه؟ نشيل is watching. اوكي has watching ده كل ده present. يبقى was watching ولا was watching؟ دي ايه مستر؟ ديت passive عشان في was تصريف تالت. دي active was بقى كده verb ing. طب هو هنا active ولا passive؟ but nobody لا احد يبقى دي active يبقى was watching. لا احد كان مشاهد. خلي بالكم ان nobody ديت لما بتيجي حط بعديها فعل يعني ليه شكل في السنجلر وليه شكل في البلورال، هي بتتعامل معامله المفرد. nobody was
nobody is. Okay, nobody has. يبقى ده reason, السبب to show that an action was in progress at a certain time. 17. Did you see that? انت شفت ده؟ The car by the helicopter. انت شفت اللي حصل ده كان بيحصل؟ The car by the helicopter يبقى ايه؟ was chasing, was being chased, will be chased, has been chased. يبقى أنهي واحدة؟ The car، خلي بالك الكار هنا هي اللي بتطارد ولا هي اللي بيتم مطاردتها؟ The car by the helicopter يبقى كانت هي اللي ايه؟ بتطارد. طب نشيل ايه طيب عامة قبل ما ابدا اختار؟ هنشيل دي وشيل دي لان ده future وده present. طيب طبعا present perfect يعني was chasing ولا was being chased؟ انهي واحدة؟ لا طبعا هي دي passive لان هي اللي كان بيتم مطاردتها، يبقى ده بي reason to show that an action was in progress at a certain. وكده احنا كده خلصنا الباست progressive بشكل مبدئي. في تكمله كده في جزء اللي ليه علاقه بالconjunctions، احنا ان شاء الله هنشرحه في السيشن الجايه، مهمه جدا وهتبقى ليها هتربط بقى، هنبدا نربط ما بين الباست simple والباست progressive في السيشن الجايه ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.